السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد Q&A هرد فيه على كل الاسئله اللي انتوا سالتوهاني على البوست اللي انا كنت نزلته على الكوميونتي وعلى انستجرام. فلو انت مش عامل لي فولو على الانستجرام، ده اسم الاكونت بتاعي، روح اعمل لي فولو. ولو انت ما شفتش البوست اللي على الكوميونتي فده معناه ان انت مش مشترك في القناه، فانزل تحت اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك التنبيهات اول ما فيديو جديد ينزل ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدا خليني اقول لكم حاجه. في اسئله كتير جدا جت، في حوالي اكتر من 100 سؤال جه، فانا مش هقدر اخد كل الاسئله دي، ولكن باخد الاسئله اللي عليها لايكس كتير، فلان ده معناه ان في ناس كتير طالباها، وباخد الاسئله اللي احنا ما جاوبناش عليها في فيديوهات قبل كده بس. فخلونا نبدا على طول في اول سؤال ويلا بينا. ومعانا اول سؤال من رامي خاطر، وده اكتر سؤال تقريبا بيجي لي الفتره اللي فاتت، وده اكتر سؤال الناس بتسالني عليه. والسؤال بيقول: كنت بتقول هتحكي ازاي خلعت من ام الدنيا ولسه ما عملتش فيديو على كده. انا عارف ان انا قلت هعمل فيديو دوت، وانا بتاسف جدا ان انا قلت هعمله كذا مره ولسه ما عملتوش، ولكن لقيت الفكره بتاعته صورته مره وما عجبنيش فقررت ان الغيه، وان شاء الله هرجع اصوره مره كمان قريب، ولكن بحاول الاقي له فكره احسن من الفكره اللي انا صورته بيها لانها فعلا ما عجبتنيش وما كانتش حلوه. حتى ان انا وريته الناس قبل ما اعمله بابليك وللاسف ما عجبش الناس كلها يعني، عشان كده ان شاء الله هعيده مره ثانيه واكتبه مره كمان. السؤال الثاني وهم سؤالين بصراحه، بيقول: هل عمرك رحت بريطانيا او لا؟ سؤال: امتى الفيديو الجاي يا نادر؟ الفلوجز عموما بتبقى كل يوم جمعه الساعه 1:15 ان شاء الله، فدي حاجه انا ملتزم بيها وما بغيرهاش. فيديو الاسئله بيبقى امتى؟ ده غالبا بيبقى يوم الثلاث، ولكن هو حاجه مش بعملها كل اسبوع لان يعني هيبقى محتوى فاضي ما فيهوش حاجه تشد الناس يعني. لكن لما هيكون في فيديو اسئله هيكون يوم الثلاث ان شاء الله، فدي هتبقى موعدنا الفيديو الاسئله اللي احنا هنعمله تقريبا مره كل شهر. هل عمرك رحت بريطانيا؟ لا، ما رحتش بريطانيا قبل كده، وكمان عشان انا مصري محتاج فيزا ما بحبش وجع الدماغ يعني. السؤال اللي بعد كده من معتز الحرابي، وبيقول: هل الشوارع في بلجيكا نظيفه؟ هل في عنصريه باي شكل بالنسبه لك انت يا نادر؟ هل عندهم شغل كتير؟ هل في شارع للعرب في بروكسل؟ هل في امان؟ يا عم انت محتاج فيديو لوحدك يا عم. هل الشعب البلجيكي متدين؟ يعني الكنائس دايما زحمه ام فاضيه؟ اغلب الوقت الكنائس. هل بلجيكا برد اغلب الوقت؟ هل راح تحط اسئلتي في الفيديو؟ هو السؤال طويل بس هو في اسئله يعني لذيذه. الشوارع في بلجيكا نظيفه جدا جدا، وده على عكس مثلا في فرنسا او في مدريد، الشوارع هناك مش اقل بكتير من هنا. هل في عنصريه؟ بالنسبه لي انا ما قابلتش عنصريه، انا بقى لي هنا 4 سنين ونص وما قابلتش عنصريه بالنسبه لي انا كنادر. هل في شارع للعرب؟ في حي كامل للعرب، يعني في شارع للعرب وفي حي للعرب اسمه مولنبيك. انترستنج جدا ان انتوا تخشوا تسمعوا عن الحي ده لان في قصص وروايات عنه يعني. هل في امان؟ في امان في بروكسل، وطبعا كل ما بتبعد عن العاصمه بيكون في امان اكتر من جوه العاصمه. هل الشعب البلجيكي متدين؟ ما اعرفش، مش انا اللي اقدر احكم في الحاجات دي، ما اعرفش، مش عندي رد بصراحه يعني. هل بلجيكا برد اغلب الوقت؟ بلجيكا برد، بلجيكا برد معظم ايام السنه، بس الصيف اللي فات كان الجو حر جدا على غير العاده يعني. ماشي، نفوت على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده من اسعد ياري، بيقول: السلام عليكم، انا متابعك جديد، اريد اسالك عن تامين اي دوله اوروبيه، هل الادويه والعلاج مجانا؟ انا سويت زراعه الكلى عشان كده اخد ادويه غاليه، يا ريت تجاوب لي. انا مش عايز ارد على اسئله انا ما عنديش فيها معلومات كفايه او ما عنديش فيها معلومات صح 100%. التامين بيغطي، التامين بيغطي جدا، وكل ما يكون الناس عندها مشاكل في مشاكل ماليه بشكل عام او مستواهم المادي قليل، كل ما التأمين بيغطي أكتر يعني. كل ما فلوسك بتزيد كل ما بتدفع، كل ما فلوسك بتقل التأمين هو اللي بيدفع، ولكن لازم تكون عايش هنا في البلد عشان التأمين يغطيك. التأمين مش هيغطيك لو أنت عايش في بلد تانية. السؤال اللي بعد كده من ماتي جيمر، ماث جيمر معرفش، بيقول: كم عدد الدول اللي رحتها يا نادر؟ رحت تقريبا 9 دول او 8. انا مسافر بالمناسبه، اطلع اجازه هنعمل لكم شويه فلوجز جامده جدا ان شاء الله، نعمل شويه فلوجز حلوه من الرأس الاخضر، بلد افريقيه، جزيره افريقيه يعني، ان شاء الله نعمل منها شويه فلوجز حلوين كده، نظبط الدنيا شويه يعني من مكان مختلف بره بلجيكا. بالمناسبه بما ان انا بصور Q&A النهارده من مكان مختلف، ايه رايكم؟ كده احسن ولا اللي بنصوره من البيت احسن؟ السؤال اللي بعده من احمد كاتيو، بيقول: نظام الدراسه بالنسبه للثانوي التجاري، هل ينفع اسافر اوروبا وادرس في جامعه ولا ثانوي عام بس؟ من فضلك الرد يا نادر. لا طبعا ينفع لاي دراسه ينفع. انا شخصيا مش ثانويه عامه، انا مش ثانوي عام، ومع ذلك انا بدرس هنا في الجامعه، ما عنديش اي مشكله خالص يعني، ينفع لاي حد وباي مجموع. السؤال اللي وراه لاحمد مجدي باهر، وبيقول: ايه الفرق بين حياتك في مصر وبلجيكا؟ وهل لو رجع بيك الزمن كنت تختار تقعد مع اهلك واصحابك وناسك؟ الفرق ما بين حياتي هنا وحياتي هناك، حياتي هنا منظمه بشكل اكتر، حاسس ان كل يوم بتعلم حاجات احسن من اليوم اللي قبله، حتى لو انا بحس ان مش كفايه بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني، ولكن
كل يوم بتتعلم حاجه جديده، كل يوم في حاجه جديده، كل يوم بحس ان حياتي فيها تغيير عن مثلا رتم الحياه في مصر، ان تحس ان حياتك بتتسيستم عليها مثلا من بعد ما بتخلص بتعيش حياتك كلها في دايره شغل. هنا لا، هنا في فرصه ان انت تعمل حاجات مختلفه. لو رجع بيا الزمن اختار ايه؟ لو رجع بيا الزمن هختار نفس اختياراتي، ما افتكرش ان ممكن اغير اختياراتي يعني. بعد كده ايمن سعد بيقول المحتوى بتاعك رائع جدا، ربنا يوفقك ومن نجاح الى نجاح وتوصل للمليون، استمر واحنا وراك. شكرا يا ايمن، وشكرا لكل حد بيكتب لي كومنت بيشجعني فيه. ده السبب اللي بيخليني مستمر، ان في ناس بتعجبها المحتوى اللي انا بعمله وبيحبوا الحاجات اللي انا بعملها. فشكرا ليك، شكرا يا ايمن، وشكرا لكل حد بيشجعني. بعد كده احمد لاشين بيقول هل اقدر ادرس ماجستير بسهوله في بلجيكا او المانيا افضل؟ بعد ما اخلص بكالوريوس هندسه مدني الموضوع هيبقى سهل ولا مجاني ولا بيتكلف كتير؟ هل بلجيكا افضل ولا المانيا؟ اعتقد ان الموضوع ما بيفرقش كتير في اوروبا بشكل عام، يعني المانيا زي هولندا زي بلجيكا، اللي هيختلف بعد كده اللغه. التكاليف هنا في بلجيكا ما اعرفش غاليه ولا لا، ولكن اللي اعرفه ان انت ممكن بسهوله فعلا تلاقي فرصه ماجستير وانك تيجي تعمل هنا ماجستير، وانا اعرف ناس بتعمل هنا ماجستير. اعتقد ان الموضوع مش معقد خالص بالشكل اللي الناس بتتكلم عليه، ولكن هو محتاج بس شويه مجهود وشويه بحث كده كويسين، وان شاء الله هتلاقي الفرصه اللي انت بتدور عليها. بعد كده ميم بيقول نصيحه منك، عاوز اتعلم فرنساوي بسرعه اعمل ايه؟ وانا دلوقتي عندي شهر في فرنسا وشايف اللغه صعبه جدا. مشكله الفرنساوي ان هو مش صعب، ولكن ان هو رخم. الفرنساوي لغه بتحتاج وقت شويه، بتحتاج شويه وقت على ما تتعلم الجرامر اللي هو اصلا رخم. بعد كده تتعلم لك شويه كلمات، تبدا تتكلم مع الناس. عندهم ازمنه مختلفه كتير جدا، عندهم كذا صيغه مختلفه تتكلم. لو بتتكلم مع صاحبك غير لما بتتكلم مع المدرس بتاعك، بياخد شويه وقت، ولكن لما بتبدا تتكلم صدقني الموضوع بيمشي على طول وهتلاقي الدنيا احسن ان شاء الله. النصيحه اللي انا بنصحها لك، اتكلم بالكلمات القليله قوي اللي معاك. حاول تتكلم مع الناس، حاول تتعلم كلمات جديده كل يوم، ومجرد ما هتبدا تتكلم مع الناس هتلاقي الدنيا بالنسبه لك وضعها احسن بكتير جدا. السؤال اللي بعد كده من ايمن بالموندو. ايمن بيقول لي انا سالتك السؤال ده قبل كده وانت مش رديت عليا. لما دخلت الجامعه كان مطلوب منك دلف B1 ولا B2؟ وقناتك بتتطور بسرعه، استمر يا نادر. شكرا ليك يا ايمن. ولما دخلت الجامعه بيطلب منك B2، B1 مش كفايه، والجامعه ما بتقبلش الB1، الجامعه ما بتقبلش اقل من الB2. دي اهم حاجه الجامعه بتاكد عليها جدا في كل مناسبه وفي كل فرصه، لانك لو دخلت الجامعه وانت اقل من B2 وجي عليك التيست بتاع الجامعه ومعرفتش تعديه، الجامعه بتفصلك للاسف الشديد جدا، وبتخسر فلوسك اللي دفعتها وبتخسر السنه وبتخسر وقتك، وده اهم حاجه طبعا. في سؤال بعد كده من ايهاب وبيقول انت قلت في فيديو قبل انك بدات من تحت الصفر في الفرنساوي، فانت بدات فين في مصر؟ لان انا عايز اتعلم بصراحه. تاني حاجه انت دراستك ايه في بلجيكا؟ انا مش بدات من تحت الصفر، انا كان في حفره تحت الصفر، انا بدات من الحفره دي، مش عارف ولا كلمه، مش عارف اي حاجه خالص، وياما خدت تريقه بسبب الاكسنت بتاعتي في الفرنساوي. يمكن دي حاجه انتوا شفتوها في الفيديو اللي نزل من كام يوم، واللي انا اتعمدت ان انزله عشان الناس تشوف ان انا ما كنتش بعرف فرنساوي. انا عارف ان الفيديو ما يكونش احسن حاجه وان الفيديو قديم والكلام ده كله، ولكن ده من الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها، ان انا اخرج واحاول اتكلم مع الناس عشان اتعلم كلمات جديده بس. فده الميزه الوحيده اللي انا استفدتها من الفيديو اللي انتوا شفتوه من يومين دوت، اللي هو بتاع تحدي اللغات دوت. كنت بخرج احاول اتكلم مع الناس باي شكل من الاشكال، لازم الاقي حد اتكلم معاه عشان اتعلم كلمات جديده. انا الفرنساوي بداته هنا من الاول خالص، ما اعرفش اي حاجه في مصر، ما اعرفش اي حاجه. يعني لو انت عايز تسال على اي معلومات في مصر فللاسف انت جيت للشخص الغلط. انا بدرس سوشيال ساينسز، ولكن زي ما انتم شايفين كده انا راجع من انترفيو دلوقتي. لو الانترفيو بتاعتي مشيت تمام غالبا هعمل بريك للجامعه ومش هكمل الترم دوت. مش عارف، ربنا يسهل ان شاء الله. هتكلم عنها اكيد قريب جدا لما اعرف الاخبار. بعد كده مصطفى محمود بيقول لي ازاي بتجيب لحوم في بلجيكا؟ يا باشا احنا عايشين في بلد فيها نص مليون مسلم، فيها حوالي 400 مسجد، والبلد اصلا تعدادها الكله 10 مليون، فانت متخيل يعني المسلمين هنا كتير جدا. في هنا جزارين كتير جدا في كل حته حوالينا، فاللحوم الحلال هنا مش مشكله خالص يعني بصراحه. فدي احسن حاجه موجوده هنا في بروكسل، ان انت سهل جدا انك تلاقي لحوم حلال، وسهل جدا 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 انك تاكل حلال هنا حتى في المطاعم، فدي ما فيهاش اي مشكله خالص هنا في بروكسل. ممكن تقول لي مدرسه جديده اتعلم فيها الفرنساوي في بلجيكا؟ مدرسه هقول لك على مدرستين، مدرسه غاليه ومدرسه تبع الحكومه. انا بنصح جدا بتاعه الحكومه، فانا هسيب لك اسم المدرستين. واحده اللي هي اليانس فرونسي، ودي مدرسه غاليه ولكن جودتها كويسه جدا جدا جدا، غاليه بشكل متخلف، فدي ما برجحهاش، ولكن دايما بخليها كاوبشن للناس. ودي المدرسه الثانيه، دي المدرسه المفضله بالنسبه لي، ودي المدرسه اللي انا بروحها، ودي المدرسه اللي ما بتكلفش فلوس كتير، ولو انت تبع اكتريز غالبا كمان بتبقى ببلاش، فانا برجح المدرسه دي اكتر بكتير. بعد كده في سؤال من بيست كارتون تي في. انا اول واحد اسال ازاي ممكن اجي بلجيكا عن طريق المنح
الدراسيه. ازاي تيجي بلجيكا عن طريق المنحه الدراسيه؟ اول حاجه بتعملها بتشوف انت دارس ايه او ايه الشهاده اللي معاك، وتشوف انت ينفع تدرس ايه هنا. تدور على الجامعات اللي موجوده هنا في بروكسل، هتشوف الجامعه اللي انت عايز تدرس فيها، هتبدا تشوف الجامعه بتنزل المنح بتاعتها امتى، هتقدم في المنحه وتستوفي طبعا كل الشروط اللي هي بقى اللغه والمصاريف والفلوس والحاجات دي، وغالبا مش هيرفضوك ان شاء الله، لان هم اهم حاجه عندهم هنا يعني زي ما بنقول كده ايه، صباح الخير بورقه مساء الخير بورقه، ورقك كله متظبط، الدنيا بتبقى تمام وبتقدر تاخد المنحه اللي انت عايزها ان شاء الله. بعد كده محمود تي في بيقول انا محمود من فلسطين غزه، وان شاء الله هكون ببلجيكا قريب، شو في نصائح تنصحني اياها؟ بص يا معلم، اول حاجه انصحك بيها تعملها هي اللغه اللغه اللغه. انصحك لو انت جاي لا تعرف هولندي ولا تعرف فرنساوي، انصحك انك تروح على الجزء الفلماني، لانك هناك اسهل انك تلاقي فرصه عمل بالانجلش، انما في الجزء الفرنساوي مش هتلاقي فرصه عمل بالانجلش بسهوله، او مش هتلاقيه خالص. مش عايز احبطك يعني، ولكن الاحسن ان انت تروح الجزء الهولندي، برجحه جدا. الهولندي كمان اسهل في تعلمه من اللغه الفرنسيه، ولكن اذا كنت تعرف فرنساوي تعالى على الجزء الفرنساوي وتمام. اعتقد كده ان هنوقف الفيديو هنا عشان ما يطولش مننا قوي، لان المره اللي فاتت لما عملت فيديو طويل الناس ما عجبهاش وتقريبا ما حدش كان بيشوفه، فانا مش عايزين نوصل للنقطه ديت عشان القناه ما ترجعش تنام تاني. انا عارف ان في اسئله ما خدتهاش، بس انتوا تخيلوا كان في اسئله كتير جدا جدا جدا، فما كانش اقدر اخد كل الاسئله ديت، فانا اخدت قدر المستطاع. واكيد في اسئله انا ما بحبش ارد عليها، لان اكيد برضو انا ليا الحريه الشخصيه في ان اختار الاسئله اللي برد عليها. فلو انتوا عجبكم الفيديو دوت طبعا ما تنساش تنزل تحت تدوس لايك وتعمل سبسكرايب، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك التنبيهات لما ينزل فيديو جديد، وكمان عشان لما ننزل البوست الجاي بتاع الاسئله يجيلك تنبيه ان في بوست نزل، فانت تقدر تحط سؤالك عشان اخده، لان انا زي ما قلت من المره الجايه ان شاء الله هاخد الكومنتس من القديم للجديد. شكرا ليكم، واشوفكم يوم الجمعه ان شاء الله في فلوج جاي. السلام عليكم.